تشوفون هذا الفيديو؟ قتلني كريم كراميل يخبل يسوي شيف اسباني. خلي نجرب نسوي. نخلي مي وسكر، راح ننتظرهم الى ان يتكرملون. قووا قلبكم ولا تخافون، خلي الكرمل مالتنا يتكرمل زين ويصير عندنا هالفقاعات الصغيره مثل الفوم. معناته صار عندنا جاهز. راح نصبه بالقالب مالتنا وراح نوزع على الاطراف بحيث كله يتغطى. دير بالكم هسه هو كلش حار. راح نسوي الخلطه مالتنا. كميه البيض راح نخلي فوقها شويه هوايه فانيلا، قوطيه حليب مكثف، قوطيه حليب مبخر، وبس نضربها بالبلندر ونصفيها ونخليها مباشره بالقالب. راح اغلفها بسلوفين. بالبيت طبخوه انتم بحمام مائي، بس انا لان عندي فرن بيه بخار راح استعمله وراح اطبخه لمده 55 دقيقه فقط لا غير. هالاثناء صار في عندنا تصوير عملاق في يابا لاب وكاميرات ومخرجين وشاشات والدنيا انقلبت. المهم كريم كراميل مالتنا بهالاثناء استوى، نطلعها وننطيه هزه خفيفه. لازم يرقص مثل الجلي. الافضل ونصيحتي انه نخليه بالثلاجه تقريبا ليله كامله. ونطلعه ونفك الاطراف مالته شويه وبسم الله بوم قلبه سريعه. راح نهزه يمنى يسرى شويه وراها نفتح القالب مالتنا. شكله وريحته تملخ. بسم الله راح نقصه. الطعم مالته خيال. قوام شويه اقوى مما اريد بس لا تخافون، راح اعدل لكم الوصفه بالشرح بحيث يصير عندكم بيرفكت. كريم كراميل اسباني صار جاهز في مان الله.